الفوضى دي؟ مين اللي سمع مستحبين دول انهم يدخلوا دلوقتي؟ معرفش يا فندم. انا من بره هنا. انا من بره. عايز ادخل كويس. عايز ادخل كويس. عايز ادخل كويس. عايز ادخل كويس. مين اللي خرج الواد ده من القفص؟ معرفش يا فندم. اتفضل يا فندم. ارميه في القفص ما تخليش حد يشوف. دخلوا القفص ما تخليش حد يشوف. ادخل القفص ما تخليش حد يشوف. هو في ايه يا فندم؟ الدنيا مقلوبه بره ولا دليل حاجه. عامل افهمك. اتفضل يا خواجه اتفضل. اتأخرت ليه يا خواجه؟ كنت بشرح تفكيري ولا تتفرجني. اتفضل. سلموا لنا فكر كويس. فهو بالنسبة لنا مجرم هذا. اهتم بلادنا بكم وميثاق الأمم المتحدة واضح وصريح. فندم احنا بنتكلم بصوت الأمم المتحدة طبعا. بس ايه ده؟ هو فين يا ابني ظرف ايه؟ فين يا ابني ظرف ايه؟ لا تفهم نفس فندم. يا ابني راح فين؟ ظرف ايه؟ أنتم الذين ستحررون بلادكم. الآن فلتذكروني بالنضال على الطريق أن يسود العدائين بينكم. فلتذكروني لا بسفككم دماء الآخرين. فلتذكروني عندما تبدو الحقيقة وحدها خير حزينة. فإذا بأسوار المدينة لا تصوم حين المدينة، لكنها تحمي الأمير وأهله والتابعين. فتذكروني حين يختلط المزيف الشريف. فتذكروني حين تشتبه الحقيقة الخيال. وإذا بدا البهتان والتزييف هن آيات النجاح. فلتذكروني إن رأيتم حاكميكم يكذبون ويقتلون ويقتلون، والأقوياء ينطقون، والقائمين على مصالحكم يهابون القوي ولا يخافون الضعيف. وإذا تحكم فاسقوكم في مصير المؤمنين فلتذكروا خطر العظيم لتأخذوه من التراب. فإذا سكتتم بعد ذلك واقتضى الإنسان ذلا فأنا سأصبح من جديد. سأظل مقتل كلما سكت الغيور وكلما أخفى الصبور. فتذكروني عند هذا كله، وبذاك تنتصر الحياة. وبذاك تنتصر الحياة. وبذاك تنتصر الحياة. ايه يا ابني الفوضى اللي بتحصل هنا دي؟ معرفش يا فندم. مين اللي راح الصحفيين دول انهم يدخلوا دلوقتي؟ وده كمان خراب بره. يلا مين اللي سمح الواد ده انه يخرج من القفص؟ اتفضل يا بيه، مين في القفص ما تخليش حد يشوف. دخلوا القفص ما تخليش حد يشوف. لا تلاحظ ما تلاقيش حد يشوف. هو في ايه يا فندم؟ الدنيا مقلوبه قلت ولا انا عملت. استهبلوا اصلا. اتفضل اتفضل. ايه بقى طلع السؤال؟ كنت بشرح تفكيري عن تتفرجني. سلموا لنا فكر كويس. فهو بالنسبة لنا مجرم هذا. اهتم بالذين بكم وميثاق الأمم المتحدة واضح وصريح. فندم احنا بنتكلم بصوت الامم المتحده طبعا. بس ده ايه ده يا ابني؟ فين صار ايه؟ فين صار كل شيء يا ابني؟ أنا سافر ناقص فندم. اوعى صار فين؟ هو ده صار الحتة ضلمة.
إني ضايع عصبية أن يسود العدل في مبينه لا ليس فيكم بقى الآخرين فتذكروني عندما تبدو الحقيقة وحدها خير حسين فإذا الأسوار المتينة التي تصوم حين المدينة لكنها تحمل الأميرة وأهلها والتابعين فتذكروني عندما يختلط المسيب بالشريك عندما تشتبه حقيقة الحياة وإذا هذا البهتان والتزييف هن آيات النجاح فتذكروني إن رأيتم حاكميكم يكفرون ويكفرون ويقتلون والأقوياء يمسكون والقائمين على مصالحهم يهابون القوي ولا يخافون الضعيف وإن تحكم أنفسكم في مصير المؤمنين فتذكروا الداعي العظيم لتأخذوه من الكبار فإذا سكتتم بعد ذلك وارتضى الإنسان ذله أنا سأصبح من جديد سأظل أقتل كلما سكت الغيور وكلما عاق الصدور فتذكروني عند هذا كله وبذاك تنتصر الحياة وبذاك تنتصر الحياة وبذاك تنتصر الحياة تفضل لكم مركز شباب الساحل مسرحية المؤمن الرئيس باشا